السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهارده حبايبي عاملين الجاتو اللي انتوا شايفينه ده، جاتو اقتصادي جدا جدا، ومن دقيق القمح اللي غسلته معاكم قبل كده وعملته معاكم. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا، وكمان طعمه كان خطير خطير خطير. ومش لازم اكلف نفسي واعمل علشان اعمل جاتوه اروح اشتري دقيق، والدقيق طبعا غالي، وانا عندي دقيق في البيت. عملت من الدقيق في البيت وما شاء الله زي ما انتوا شايفين شكله بيتكلم عن نفسه. الأول نسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم في الله، يا رب دينكم نعمة في حياتي. وبقول لكم انتوا برضو كلكم وحشتوني، ومعلش مقصرة معاكم وفي تنزيل الفيديوهات. مش بنزل على طول علشان انا لسه في موسم الحصاد، بس الفيديو ده كان قديم عندي وحبيت برضو انزله علشان اللي عنده عيد ميلاد او عنده اي مناسبة وحابب ان هو يعمل جاتو وعنده دقيق قمح زيي، ما يكلفش نفسه ويعمله من دقيق القمح عادي جدا، مش هيقول لنا لا. تعالوا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله ونشوف وصفتنا. طبعا عملت معاكم السبونش البيتي قبل كده في فيديو، وموجود عندي على القناة، وطريقته جميلة جدا جدا وبسيطة وسهلة. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اسفل الفيديو في اول تعليق مثبت، تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوه ان شاء الله. وطبعا لو حابه تعمليه بالفانيليا مفيش مشكله، حابه تعمليه بالكاكاو هتشيلي معلقتين من الدقيق الابيض وهتحطي مكانهم معلقتين من الكاكاو. وعلشان ما اطولش عليكم الفيديو انا عملته، وكمان يعني كان ورق الزبده خلاص مش مكفي الصينيه، جبت ورق ابيض من كراسات بتاعت بناتي عادي وحطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه في الصينية ده وعملت الاسبونج. انا عملت مقدارين من الصينيه، مقاس الصينيه دي يعني كل الكميه اللي حضراتكم شفتوها في الاول الفيديو ده دي مقدارين من صينيه 30 في 40، يعني عملت مرتين المقدار مرتين وطلعت منه كل الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي. وكمان القطعه كبيره، يعني انا مش قايسه بالمسطره ولا حاجه، بس هو الافضل انك تقيسي بالمسطره وتعملي كل قطعه قد التانية، لكن انا قطعته كده عشوائي فما فيش مشكله، تقدري انت تقيسي. بعد كده عملت الكريم شانتيه. وهنا انا عملت معاكم الكريم شانتيه قبل كده كتير، وبرضو عملت هنا الشربات سريعا سريعا. كوباية من المية عليها نص سكر، وسبتهم يغلوا غلوتين وسبتهم لما بردوا، وبدأت ان اسقي بيهم الجاتو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت نص الجاتوه اللي هو مقاس صينيه يعني تحت 30 في 40، وبدات اني ادهنه كده بالكريمه. والكريمه هنا انا حاطه لها معلقه من الكاكاو علشان تديني اللون الكافيه مع السبونج البني اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده جبت بقى الطبقه التانية اللي هي الناحيه التانية من الصينيه، علشان انا قلت لكم عملت مقدارين فده كان المقدار التاني. وطبعا قلبته كده على ظهره وجبت بقى الستيكس وبدات ان اخرم بالشكل ده كده علشان لما اسقيه يبقى ينزل الشربات على طول فيه ويخليه طري كده وجميل. طبعا دقيق اللي برضو انا بعمل الخطوة دي ليه؟ علشان الدقيق ده دقيق قمح مش دقيق سبونش جاهز، بيختلف من الدقيق من دقيق لدقيق. وبرضو سقيتها بالشكل ده كده، وبدأت اني اجيب الكريمة واوزعها وعملته بالشكل ده كده. وهنا بقى انا عملنا سكريبر بيتي. يعني ايه سكريبر بيتي؟ احنا صانعين السكريبر ده في البيت، وان شاء الله هنزل لكم بالفيديو اللي جاي فيه احنا عملنا السكريبر ده ازاي. ما شاء الله ساوى معايا الجاتو وخلاه حلو وجميل. ومش شرط ان هو يعني ان انا اروح اشتري، انا بصراحة ربنا انا دورت كتير جدا على الحاجات ديت، مش موجودة عندي في المحافظة، موجودة في محافظات تانية، فان شاء الله ربنا يسهل الحال ولو سافرت ابقى اجيبها. هنا بقى بدأت ان اقسم المقدار ده. طبعا هو مقدار كبير ما شاء الله وهيعمل لي كمية كبيرة جدا، فبدأت ان اخد نص المقدار كده واجيب المشط ده انا مخصصاه في المطبخ واشرشر بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده جبت السكينة وبدأت ان اقطع بيها الزوايد او الاطراف بتاعة الجاتوه، واساوي يعني بمعنى اصح اساوي كده الجاتوه واخليه شكله ايه زي بعضه وشكله مساوي وشكله حلو. طبعا السكينة معايا انا بحطها في مية سخنة وبمسحها بالمنديل.
بعد كده بقى طبعا جبت بقى السكينة وبدأت ان اقسم النص ده كده من النص، وقطعت كده عشوائي زي ما قلت لكم. انا هنا بقطع عشوائي، تقدري تقيسي بالمسطرة وتعملي كل القطع قد بعضها، لكن انا ما عملتش بصراحة. فهو لما تقيسي بالمسطرة يكون اشيك ويكون افضل طبعا. وبين كل قطعة تقطعيها كده والتانية لازم تمسحي تحطي المية في السكينة في مية سخنة وتمسحيها. انا كنت في دورق مية سخنة جنب مني بحط فيه السكينة وامسح بالمناديل. وبدأت بعد كده ازين بقى بالشوكولات اللي عندي او الشوكولات شيبس و... وبدأت اني انقلهم بقى كده على صينية علشان ادخلهم التلاجة، علشان طبعا يشربوا كده من الكريمة ولغاية ما نيجي نستعملهم. جبت الجزء التاني وطبعا هعمل شكل مختلف، وعملته كده بالصوص الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. طبعا ده بيكون طعمه خطير جدا جدا. فانا ما حبيتش برضو اعمل كل الكمية شكل واحد، انا حبيت اعمل الكمية على شكلين علشان افرحهم وابسطهم. وانا كنت عاملة الجاتو ده في عيد ميلاد بناتي، ربنا يحفظهم يا رب ويوفقهم وينجحهم هم واللي زيهم امين يا رب العالمين. طبعا الاحرف اللي انا باخدها ديت مش بنرميها، انا بحطها في كوبات او كاسات وازينها برضو بالكريمة، وبيكون طعمها حلو جدا وطعمها خطير زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ده الجزء الثاني من الجاتو. بدأت برضو ان اقسمه كده من النص، والقطعة كانت كبيرة وحلوة ما كانتش صغيرة وما شاء الله جميلة جدا. طبعا انا عاملة هنا الجاتو دورين مش 3، لو انت حابة تعملي 3 مفيش اي مشكلة خالص، لكن انا اختصرت وعملته دورين. وزي ما قلت لكم ان بين كل قطعية والتانية لازم نحط السكينة في مية سخنة ونمسحها بالمنديل علشان تطلع معانا شكل الجاتو، يعني مش ملخبط كده، ويكون شكله متساوي وحلو وجميل. بدأت بقى بعد كده يعني في كده قطع كبيرة بتكون كبيرة علشان أنا مش بقيس، فبحس إنها كبيرة فبقسمها كده نصين زي مثلث كده، بيكون شكلها حلو جدا جدا برضو في التقديم. بصراحة المثلث ده بيكون شكله حلو وشكله خطير. وبدأت برضو جبت كده الكريمة وعملت روزيتات، وزي ما تحبي بقى. هنا في التزيين بيكون حاجة ترجع ليكي وحاجة تبع راحتك والمتوفر عندك في بيتك. بدأت بعد كده أحط بقى إيه، يعني علشان أكسر اللون هنا جبت ايه كريز احمر مع الشوكولاته علشان يكون اللون كده مكسور ويكون لونه حلو. فرحي اولادك واعملي لهم يعني حاجات عاديه. لو هتعملي نص الكميه، يعني لو هتعملي صاج واحد بس اللي هو 30 في 40 هتعمليه وهيبقى نفس الكميه دي كده، مش هيكون شويه ولا حاجه، وهيكون جميل جدا من دقيق القمح. عملت لهم كل اللي هم عايزينه كل اللي نفسهم فيه. وبصراحه انا هنا ما شاء الله بنقلهم كده على اطباق وعلى صواني علشان انا بدخلهم التلاجة، وعلشان اغسل الصواني ما سيبهاش ان انا اكون رص على الصواني وحطها في التلاجة كركبه كده وخلاص. زي ما انتم شايفين كده انا فضيتهم بقى على الاطباق وعلى الصواني ديت، وهدخلهم بقى التلاجة لغايه ما نستخدمهم. ما شاء الله كل اللي اكل من الجاتو ده بجد بجد يعني شكر فيه جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. وكله قال ان هو ما شاء الله جميل وطعمه جميل. وطبعا انا كنت مفرقه كده على حبايبي، ربنا يخليهم ليا يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل وبسيط عليكم، ويكون الجاتو عجبكم. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.